السلام عليكم، رمضان مبارك. اليوم جيت نشارك معكم هاد الوصفه ديال الشباكيه اللي كتجي غزاله حتى المبتدئات اللي ما عمرهم ما صايبوا الشباكيه غتصدق لهم مع هاد التجربه هذه مع هاد الوصفه. هي صراحه فيها تماره وما نقولوا زعما راه سهله، ولكن كتستحق تجربه. علاش لا؟ نبغي نفرحوا وليداتنا بشي حاجه ديال الدار، ماشي مشكل. كنبدا معكم الوصفه. كناخذ هنايا معلقه ديال حبه حلاوه، كناخذ واحد الهرشوار كيسهل عليا القضيه باش كنخلط كلشي في دقه وكنعجن به. معلقه كما قلت ديال حبه حلاوه، معلقه ديال النافع كبيره، كناخذ ربع ديال المعلقه ديال القرفه، ربع معلقه كبيره بطبيعه الحال، يعني ما يعادل تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه. هنا ضفت كاس ديال الزنجلان، ولكن من بعد عقب ضفت الكاس الثاني. بطبيعه الحال الزنجلان مطحون، ما قاليه ما والو، مطحون خضر. ضفت انا كاس مخلط ما بين زيت العود وزيت المائده، وغنضيف تقريبا كاس الا ربع ديال الزبده اللي ديجا ذوبتها. انا خديت هنا زبده حيوانيه، يمكن لكم تاخذوا اي زبده بغيتو ماشي مشكل. وهنا ربع كاس ديال الخل، بنفس الكاس كنعبر. صافي كنطحن داك الخليط، وكناخذ هنا كيلو ديال الدقيق، لان انا هنا عندي كيلو ديال الدقيق زائد هذاك النواشف اللي درت الزراريع وداكشي، راه غادي يلوح لي تقريبا شي كيلو رابعه. وهاد الكميه ما شاء الله راه كتلوح شباكيه نيت. يعني انا من هنايا درت مسكه حبوب طحنتها مع شويه د السنيده. انا ما توفرش عندي زعفران شعره، درت غير ضامه البنه زعفران، او لا يمكن لكم تاخذوا داك الخرقوم. كيس ديال خماره ديال الحلويات، صافي كنحاول انني نبسبس هذاك الدقيق حتى يولي مرمل. كنحاول ندخل المكونات كامله في الدقيق. كنتمنىو تشجعونا في القناه بلايكات والاشتراك في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. كنحاول ندخل هذاك الدقيق مزيان في المكونات. هي هاد الكميه ديال الدقيق صراحه راه كتلوح كميه وفيره. انا لحقت ليا تقريبا سطل، يعني واحد السطل اللي تيكون ديال الحلوى الشباكيه، يعني جاي المليه. هنايا من بعد ما ترمل ليا هذاك الدقيق كنضيف كاس ديال الزيت، يا ربي عفوا، كاس ديال المزهر. يمكن لكم تعجنوا بالمزهر، انا توفر عندي غير كاس المزهر، ضفته وكملت بالماء اللي دافي. بقيت كنجمع به العجين حتى تجانس عندي العجين. غير هي على بغيتو الحلوى تصدق لكم ضروري خاص العجينه تكون قاصحه نيت، قاصحه بزاف باش الحلوى كتجي معاكم مرطبه في الاخير. هذا هو الاشكال اللي كاين في الحلوى الشباكيه، ماشي بحال الحلوى العاديه كنرخفوا لها العجينه. هذه لا، هذه خاصها يكون العكس، خاصها تكون قاصحه. هنا كنحاول ندلك العجينه غير واحد الدلكه خفيفه، من بعد غنديرها في بلاستيك غذائي باش تطلق راسها شويه، باش تعاوني على التسريح ديالها لانها قاصحه. لاحظوا ملي كنضغط على الاصبع ديالي راه بزز حتى تضغط لي على العجين. نتمنى لو وصلتوا لهاد اللقطه هذه ما تبخلوش لنا بلايكات وتشجيع على القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كنقسم العجين لكرات، كناخذ واحد الكيس بلاستيك يكون حدايا، كنوضع فيه الكرات.
هاد العجين ملي كنوضعها في البلاستيك كيساعدني انني نخدمها وكتطلق راسها شويه. وملي كديروها في الكيس البلاستيك اللي حسيتو بها انها بدا كتطلق بحال شكل الزيت، يمكن لكم تعودوا ترشوا شويه الدقيق ملي تكونوا تسرحوها الدلكو بالمدلك، تسرحوا شويه ديال الدقيق كيساعدها انها تنشف. صافي كنستمر في الكميه اللي عندي، كنخليها ترتاح وناخذ اول وحده كنسرحها كنطلقها بكلاك. لاحظوا العجين كيفاش ترخفت، داكشي باش قلت لكم الا كان محتاجين انكم ترشوا بالدقيق رشوا بالدقيق باش ما تلتصقش لكم. كناخذ العجين كندير على شكل مسمنه باش كتجي بحال العجين بحال كنورقوها، وكتساعدنا بطبيعه الحال حتى في ملي كنبغيو نديروها في الماكينه كيجيونا مربعات ساهلين. انا كنقطعها على 4 لان عندي الماكينه، من بعد كنطلق كل مربع بوحدو وكنخدم كل مربع كتجينا هاد القضيه سهله، لان على طبيعه الحال كنخدمها غير بوحدي ما كاينش العوين، ضروري خاصني ندير هاد القضيه باش تعاوني. صافي من كملت الكميه كامله اللي عندي خديت المربع الاول كنطلقو صافي من كنطلق انا بحال ما قلت كنعقب نديها للماكينه كنسرحها شويه صافي كنقطعها بالجراره العاديه اللي معروفه عندنا. ما كنستعملش الجراره الاخرى اللي خرجت جديده تيقول لك جديد ليه جده والبالي ما تفرط فيه اولا العكس، ما عرفتش مثلا كيفاش كيقولوا لي، ولكن المهم انا دائما محافظه على هاد الجراره هذه القديمه اللي كانت عندنا في الاول. كيف ما كتلاحظوا كناخذ بالنسبه للتشباك كيجي ساهل، كناخذ كل مربع كندير فيه 5 الاشرطه، 1 2 3 4 5 كنتني جوج على بعضياتو، كنعقر نعاود نقلبها وكناخذ المربع اللي بقى ليا اولا الشريط اللي خلى بقى كنتنيه وكنحاول ندخل الاصبع صافي وكنقلبها وكنجر. التشبيكه اللي ساهله وهي المعتمده عندي دائما. شوفوا ما شاء الله مني ساليتها صراحه لاحظت كميه اللي هائله. باقي عندي طاوات اخرين حاطهم غير في الارض لانها صراحه كيلو وربع مع الإقامة لاحظت كمية اللي وفيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. كناخذ هنا زيت اللي سخونة كنقلي أول حلوى شباكي اللي صغيرت تكون ديك الساعة تجمعات وشدات راسها، كنستمر في القلي. هنا كتبغي ضروري شويه المعاونه، كتبغي انك تقلي وديريه في العسل باش تخليها تشرب شويه. لاحظوا تبارك الله كيفاش كتنفخ، واخا كديري حلوى شباكي صغيره كتعقب تكبر شويه من كتديرها في الزيت. سبحان الله، وهي في الحقيقه فيها تماره صراحه. الله يسمح لينا من الناس اللي كيصايبوها وكنشريوها من عندهم، صراحه يستاهلوا من هذا المنبر، كنحييهم لانها صراحه فيها الخدمه وفيها تماره. انا مبغيش نعكسكم على التصايب ديالها، ولكن ما فيها باس انكم تصايبوها وتجربوا اللي عنده اللي كيعاونوا في الدار مزيان. صافي خرجتها تاخذ واحد اللون اللي ذهبي، لان العسل كتعقد تكمل فيه الطياب. من كتغطى بالعسل كتعقد تاخذ واحد اللوين المعروفه عليها كيف ما كتلاحظوا دائما. ثم اخذت داك اللوين الذهبي كنغطسها مباشرة في العسل محدة سخونة باش يمكن لها تشرب هي العسل ويدخل ليها العسل لداخل.
هادي حلوى ديال الدراوش، الحاجة اللي عندك في الدار متوفرة يمكن لك تخدمي بها حلوى شباكية. أنا هنا ما درتش اللوز، يعني اكتفيت غير بجنجلان، ما درتش زعفران، اكتفيت غير بإضافة البنة، يعني بحاجة بسيطة يمكن لك تفرحي بها وليداتك وتحبيهم في رمضان. هاد التحضيرات اللي مولفين حنا كنوجدوهم المغاربة بتقاليدنا المعروفة دائما. وبالصحة والراحة، لاحظوا كيفاش كتجي في الأخير. أنا غير بنوريكم هاد الطويسيل كيفاش جات، ولكن ما شاء الله باقي الخير والبركة. جربوها إن شاء الله وما غاديش تندموا عليها.